ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ واهلا بيكم مرة تانية مع فيديو جديد على قناتكم فكر تكنولوجي. معانا النهاردة انبوكسنج او فتح صندوق للابتوب لينوفو ايدياباد 520، واللي بيجي بمعالج من انتل كور اي 5 الجيل السابع، مع 16 جيجا رام وهارد ديسك 2 تيرا، وبمعالج رسوميات او كارت فيجا نيفيديا جي فورس 940 ام اكس 4 جيجا. ويلا بينا نشوف محتويات الصندوق. طبعا في البداية دي نظرة على الصندوق من الخارج. ده الصندوق من ناحية اليسار أو الشمال، بنلاقي لوجو لينوفو مع السيريال نمبر بتاع اللاب، ومن الجهة الأمامية تقريبا فاضية ما فيهاش غير برضو اللوجو بتاع لينوفو. أما من الناحية اليمين من الصندوق فهننزل تحت عشان نشوف بعض المواصفات اللي مكتوبة على العلبة من الخارج. زي ما احنا شايفين مكتوب لينوفو رام 16 اتش دي دي، اللي هو الهارد ديسك 2 تيرا، عندنا دي في دي رايتر، شاشة 15.6 ودي نظرة على الصندوق من الخارج. دلوقتي بقى مع فتح الصندوق، يلا بينا. دي عبارة عن زي سفنجة عشان خاطر تحفظ اللابتوب من أي صدمات ملناش دعوة بيها. من ناحية اليمين بقى في العلبة هنلاقي أكياس موجود فيها الأدابتور أو الشاحن الخاص باللابتوب. واللابتوب بيجي باتنين أدابتور، واحد بيكون بفيشة ثلاثية، ودي بالنسبة لبعض الدول العربية والدول الأوروبية، وشاحن تاني بيجي بفيشة ثنائية هنشوفه دلوقتي اهو. ده بيكون الشكل بتاعه، ودي بعض البيانات اللي مكتوبة على الادابتر. زي ما احنا شايفين كده الشاحن. ودلوقتي هنطلع اللابتوب من الصندوق. اوعى ايوه. طبعا زي ما احنا شايفين كان محطوط فيه برضو سفنج للحماية من الصدمات، ومغلف بكيس. ده طبعا اليوزر مانوال والضمان وإرشادات السلامة اللي محدش بيقراها. وتقريبا دي كل محتويات الصندوق. هنشوف الصندوق لو في أي شيء تاني. لا، الصندوق فارغ تماما زي ما احنا شايفين. خلاص كده دي كانت كل محتويات الصندوق. دلوقتي بقى هنشوف المحتويات بالكامل. عندنا 2 أدابتور، وعندنا اللابتوب ده الأدابتور الثلاثي زي ما احنا شايفينه كده. وده الأدابتور الثنائي اللي في الغالب بنستخدمه في معظم دولنا العربية. دلوقتي بقى هشيل الكيس من على اللابتوب. ده شكل اللابتوب من الخارج. الجهاز ليه ملمس معدني من الخارج، وتقريبا هو الماتيريال بتاعه نفسه بيحسسك ان هو معدن. ده طبعا الجانب الايسر من اللابتوب. عندنا ال HDMI، وعندنا 2 USB و USB تايب والكارت. ده خلف اللابتوب. وده الجزء اللي من اسفل اللابتوب. عندنا فتحة التهوية، وعندنا من الجزء الامامي من أسفل اللابتوب عندنا السماعات، وعندنا من الجانب الأيمن من اللابتوب عندنا قارئ السيديهات. هنفتح دلوقتي اللابتوب. طبعا عندنا الحامية بتاعة الشاشة والكيبورد نشيلها.
هنلاحظ جزء مربع من ناحية اليمين أسفل الكيبورد مباشرة، وده بيكون قارئ البصمة أو حساس البصمة. وعندنا طبعا الكيبورد، بالمناسبة الكيبورد فيها إضاءة خلفية، وعندنا التاتش باد زيه زي أي تاتش باد موجود في اللابتوب. عندنا اللوجو بتاع الكارت لينوفو، وعندنا لوجو الانتل الكور اي 5 زي ما احنا شايفين دلوقتي. عندنا نفيديا جي فورس، وهنلاقي بجانبها التاتش باد. ومن جهاز من على جهة اليمين هنلاقي عندنا الموديل لينوفو إيديا باد وبعض المواصفات الخاصة بالديزاين. وبكده نكون انتهينا من فتح صندوق جهاز لينوفو إيديا باد 520، وإن شاء الله انتظروني في المراجعة الكاملة للجهاز، واللي هيكون فيها تفاصيل أكتر عن الجهاز. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في سلام الله.